السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد حمدي، والنهاردة إن شاء الله هنبدأ كورس جميل وجديد وهو إكسل أو مايكروسوفت إكسل. الكورس ده إن شاء الله بإذن الله هناخد فيه الإكسل from zero to hero زي ما بيقولوا. هنبدأ فيه من الأول خالص ولغاية لما نوصل لليفل إن شاء الله الاحتراف والماكروس. هنبدأ ندخل في الحاجات ازاي نعمل بوتنز وازاي نعمل الكلام ده كله، وهنعرف كل حاجة بتفاصيله من الأول. الجميل في الفيديوز دي أو الكورس ده إن أنا هعمل شورت فيديوز، يعني هنعمل الفيديوز هتبقى حاجة بسيطة جدا وصغيرة جدا وسيمبل، ويعني حجمها مش هيوصل يعني شوية دقايق بسيطة جدا بإذن الله في كل فيديو، بحيث ان يبقى كل فانكشن او كل حاجة في فيديو لوحده، بحيث الموضوع يبقى سهل وبسيط على الناس وما يبقاش الفيديو ممل ورخم. طيب، في الفيديو ده ان شاء الله باذن الله انا هبدا اتكلم على الاكسل بصفه عامه. هنعرف ايه هو الاكسل، ايه هو بيعمل ايه، وليه هو مهم جدا لمختلف المجالات. الاكسل هو برنامج حسابي ذكي جدا، سمارت سوفت وير او سمارت كالكوليتر. بتحسب بيه كل حاجة انت عايزها. بتبدأ تعمل تكستمايز الفانكشن، يعني بتبدأ تعمل تفصل الحاجة اللي انت عايزها. وطبعا التولز اللي فيه رهيبة ملهاش نهاية. في حاجات سولفر تكنيكس، حاجات اوبتمايزيشن، حاجات يعني ادنز بتنزل زيادة، بتعمل حاجات سولوشنز زيادة، بتعمل حلول متطورة وحلول ذكية. حلول مثلا يصعب ان انت تحلها بايدك فبتحلها بالاكسل. يعني هو يعتبر زي سمارت كالكوليتر، هنعرف فيه كل التفاصيل، هنعرف فيه كل الامكانيات باذن الله. الاكسل مهم جدا لكل المجالات، مش لمجال معين او مجال يعني او فيلد او تراك واحد، لا، هو في كل التخصصات هو الاكسل مهم جدا. يعني مثلا احنا عندنا في هندسة بنقول ما ينفعش اي طالب يتخرج من كلية هندسة الا هو عارف اوتوكاد، اكسل، ماتلاب، والاردوينو. يعني الاربع حاجات دول بيزك تولز. ده لازم اي مهندس في اي تخصص في اي مجال، يعني كهرباء، اتصالات، ميكانيكا، واتيفر الاقسام التانية اللي موجودة، لازم تكون عارف اكسل كويس جدا، لازم تكون عارف ماتلاب كويس جدا، لازم تكون عارف اوتوكاد، ولازم تكون عارف البرنسبلز بتاعت الاردوينو والبروجرامينج والكلام ده. فالاكسل تول مهمة جدا جدا، مش بس المجال الهندسي، طبعا الناس بتوع الحسابات، الناس بتوع التجارة والمحاسبات والكلام ده كله، ده حاجة أساسية عندهم جدا. ازاي يبدأ يعمل فانكشنز، ازاي يبدأ يشوف الحاجات بتاع المعادلات بتاعة البنوك والفوائد والكلام ده. مش بس لبتوع الفاينانس، لا، الاكسل مهم لكل حاجة، لكل الناس المديرين الديسيجن ميكرز، ازاي يبدأوا يعملوا المودلز بتاعتهم. الاكسل يعني مش في مجال معين، لا، هو في كل المجالات الاكسل مهم جدا. ده تول من التولز اللي المفروض اي حد لازم يكون عارفها. الاكسل الجميل اللي فيه ان هو بيبقى كومبايلد او بيبقى انتجريتد مع كذا ابلكيشن تاني. يعني الاكسل ممكن يدخل مع الوورد، يدخل مع الاوتلوك، يدخل مع بيبقى ادنز. يعني مثلا الناس اللي شغاله في الديزاين في ميكانيكا، الاكسل برضو بيدخل في السوليد ووركس والكلام ده، في الحاجات بتاع المعادلات والديزاين تيبلز. فهو مش سايب مجال الا هو داخل فيه. فاحنا الفكره كلها ان احنا في الاكسل ده هناخد فانكشن، هناخد حاجه في شورت فيديوز، بحيث ان هو الموضوع ما يبقاش ممل. طيب، الاكسل زمان يعني كان في زمان من الحاجات اللي هي كانت جميله قوي في العصر القديم، ان كان في حاجه اسمها اي سي دي ال، اللي هي رخصة القيادة الدولية للحاسب الآلي. الاي سي دي ال ده كان عبارة عن شوية حاجات الاوفيس والويندوز وشوية حاجات هاردوير، يعني كانت باكج كده. المفروض دي كانت من ضمن مصغوات التعيين، يعني المفروض انت عشان تتعين في اي مكان المفروض ان انت تبقى عارف الحاجات دي. دلوقتي للأسف في ناس يعني بتتخرج متعرفش يعني ايه اكسل، متعرفش بيعمل ايه، متعرفش ايه الكابابيلتيز وايه الحاجات اللي السهله جدا. هو الاكسل بيسهل حياتنا، يعني انا كواحد اهو عايش، انا ما اقدرش اعيش من غير الاكسل في حياتي. انا كل حياتي تعتبر على الاكسل ده. يعني سواء بقى اللي داخل تحسب اللي داخل اللي خارج، تشوف تنظم حياتك. هو برنامج تنظيمي وبرنامج حسابي مهم جدا لاي حد. زي ما قلت لكم هو كان مهم جدا في الفتره اللي فاتت، يعني كان من ضمن الباكج بتاعه الاي سي دي ال، اللي هي رخصة الانترناشونال مش عارف كمبيوتر درايفنج مش عارف لايسنس حاجة زي، المهم يعني ما علينا. الاي سي دي ال ده كان من ضمن الشروط ان انت عشان تتعين في اي مكان لازم تعرف الباكج بتاع الاوفيس، وتعرف الويندوز، وتعرف الحاجات السيمبل هاردوير، تعرف ازاي تستخدمها. فده كانت حاجة جميلة جدا زمان، بس يعني للأسف ماتت مع الحاجات اللي بتموت.
ودلوقتي بقى بنشوف الناس بتتخرج ما تعرفش يعني ايه اكسل، سواء بقى whatever الكلية اللي هو بيتخرج منها ايه. فده مش حاجة حلوة يعني. المفروض دلوقتي كل حياتنا بقت بالكمبيوتر، فالاكسل ده يعتبر جزء يعني لا يتجزأ من حياة اي انسان بيشتغل على الكمبيوتر او ما بيشتغلش على الكمبيوتر. فان شاء الله باذن الله هنبدا واحده واحده مع بعض. يعني هناخد شورت فيديوز، ومش عايز اطول في الفيديوز يعني، مش عايزها تبقى طويله. فاي هوب ان دي تكون، اتمنى ان دي تكون مقدمه جميله جدا عن الاكسل. وان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي هنبدا نشرح الانترفيس، ونبدا نمسك حاجه حاجه، ونبدا نلعب في الاكسل، ونوصل فيه ان شاء الله باذن الله لليفل الاحتراف. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.